بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة هتكلم في فيديو جديد من البلاي ليست الخاصة بفلاتر والاي اي عن الثلاث طرق اللي اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت، بس ما دخلناش في التفصيل. الثلاث طرق بتوع ايه بقى؟ بتوع الربط بين الاي اي وفلاتر. انا في الفيديو اللي فات كنت بتكلم عن الاي اي وبتكلم عن فلاتر، وعرفتكم يعني الدنيا فيهم بتبقى ماشية ازاي، وعرفتكم ده بنستخدمه في ايه وده بنستخدمه في ايه، وليه اصلا احنا ممكن نربط الاتنين ببعض. وعرفتكم انا اشتغلت على اكتر من طريقة يعني، وعلى اكتر من حاجة اشتغلت عليها. طيب، المرة دي بقى هنتكلم عن الثلاث طرق بتفاصيل اكتر. هنشوف بقى الميزة، العيب، امتى هنستخدم الطريقة دي وامتى نستخدم الطريقة دي. الثلاث طرق اللي اتكلمنا عنهم: الباكج والاي بي اي والاسيت. الاسيتس هي اسهل طريقة فيهم، اسهل طريقة بجد يعني بالنسبة للناس اللي هي لسه مبتدئة. والباكج هي طريقة سهلة وسريعة، والاي بي اي دي هنتكلم عنها بالتفصيل في فيديوهات كتير جاية في الحوار ده. فتعالى نبدأ نتكلم عن كل طريقة بالتفصيل، ونشوف العيب ونشوف الميزة بتاعتها. طيب، نبدأ بأول واحدة اللي هي الباكج الجاهزة. دي يا معلم انت بتروح بتجيب الباكج زي ما هي جاهزة، بتنزلها عندك وخلاص. ايه، بتعمل لها اللينك بقى بتاعك وتظبط دنيتك وتاخد الكود كوبي بيست وخلصنا. زيها زي اي باكج اشتغلت عليها في حياتك. موضوع بسيط يعني. دي هنشتغل عليها في الاخر، لان هي فيها اكتر من طريقة وفي اكتر من باكج نقدر نشتغل عليها. طيب، خد بالك بقى، ده بالنسبة لي انا يعني اللي انا بتكلم عليه في الشرح اللي جاي يعني. هخليها في الاخر خالص، مش هبدأ بيها كأول طريقة يعني، مع انها اسهل طريقة واسرع طريقة. طيب، الميزة بتاعتها ان هي سهلة جدا، او اسهل طريقة برضه زي ما بقول لك يعني. بتوفر عليك جهد، انت بتاخد الحاجة كوبي بيست وخلصت. طيب، العيب بتاعها بقى ان انت ايه، مش بتلاقي حاجة كاستمايز ليك مخصوص. ممكن تلاقي بجات في المكتبة او الباكج يعني. فانت برضه خد بالك من النقطة دي. دي نقطة مهمة، ان انت مش بتلاقي الحاجة مخصوصة ليك. وكمان ممكن تلاقي بجاية في الباكج مع الابديت والحاجات دي. طيب، الطريقة التانية بقى تحل لك المشكلة دي. الطريقة التانية اللي هي الاي بي اي ببايثون. طب الاي بي اي يا معلم انت هتعمل ايه؟ الاي بي اي انت بيجي عندك حد في التيم بتاعك بيعمل لك الموديل، وانت بتاخد الموديل تدي لشات جي بي تي. اعمل لي يا عم شات جي بي تي فاست اي بي اي. ده حاجه كده نشتغل عليها، اعرفك الدنيا فيها ايه. يطلع لك الفاست اي بي اي ده، وتبدا تربطه زيه زي اي اي بي اي عندك. موضوع بسيط جدا. لسه هنتكلم برضه في تفاصيل الموضوع ده اكتر. ويعني الميزه في الموضوع ده ان انت يا معلم بتعمل الحاجه كاستمايز ليك، اللي انت عايزه بتعمله وبتقدر تشتغل عليه. طيب، الحاجة المهمة جدا بالنسبة لك، تقدر تعدل براحتك في الاي بي اي. انا مش عايز دي، لا انا عايز دي، انا مش عارف ايه الحاجات دي كلها. طيب، العيب بتاعها ان هي فيها جهد، شوية جهد كده. في تفاصيل لازم نتكلم عنها في الجهد يعني والمجهود اللي هتعمله. وكمان احنا محتاجين سيرفر. ممكن نخلي جهازك سيرفر، ممكن نشتري سيرفر. يعني ده هنشوف الموضوع ده. انا عن نفسي بستخدم الطريقة دي لما بكون بشتغل في الشغل نفسه، اللي هو لما يبقى فيه كلاينت. وطبعا الكلاينت هو اللي بيشيل تمن السيرفر مش انا، عشان تبقى فاهم برضو النقطة دي. طيب، الطريقة التالتة اللي هي الاسيتس. الطريقة التالتة اللي هي الاسيتس، ان انت يا باشا تيجي تضيف الموديل بتاعك كأنه صورة عادية جدا او فيديو في الابليكيشن بتاعك. وده طبعا ولا محتاج نت ولا محتاج سيرفر، ودي اسهل طريقة للناس المبتدئة. تاخد الموديل، بنكتب سطرين كده في الموديل من تحت، بنحول الموديل لايه، لاسيتس نقدر نربطه عادي بسهوله. طيب، الموضوع ده الميزه بتاعته زي ما بقول لك ان هم من غير نت، وكمان لوكال، ومناسب جدا لايه، لاي ابلكيشن عموما. بس خد بالك من نقطه، ان احنا معتمدين شويه على الموبايل بتاع اليوزر، على السي بي يو بتاعه والرامات بتاعته في السرعه. العيوب بتاعته يا باشا ان انت مقيد بالموديل بتاعك، ما تقدرش تعمل اي حاجة غير لما تشيل وتحط موديل جديد. يعني مفيش تحديث هيجيلك مثلا من الموديل هناك الاي بي اي. يعني انت في الطريقة التانية كنا الموديل معانا اهو زي ما هو موجود، الراجل بيفضل يشتغل عليه ويطور فيه يطور فيه، ما عندكش اي مشكلة، انت كده كده رابطه. وبيوصل لك التحديث اول باول حتى من غير ما تعمل تحديث للابليكيشن. يعني لو انت رافع الابليكيشن بتاعك على جوجل، فهو التحديث بيسمع اصلا من غير ما تعمل تحديث على جوجل. على عكس الطريقة دي، انت لازم تعدل الاسيتس بتاعتك اللي موجودة في الابليكيشن وتبدأ ترفع نسخة جديدة يا معلم على جوجل. طيب، كمان مشكلة ان حجم الابليكيشن هيزيد على حسب حجم الموديل. يعني عندنا الابليكيشن مساحته 10 وموديل مساحته 10، يبقى كده عندك 20.
دي حاجة واضحة، هي مش مشكلة كبيرة دلوقتي بس ايه، خليك عارف ان هي مشكلة تفرق معانا. طيب انا لحد هنا كده خلصت الفيديو. اكتب لي لو في اي حاجة مش فاهمها. استنى الفيديوهات اللي جاية، هنتكلم اكتر وفي فيديوهات كتير جاية في الجزء ده، وان شاء الله خير يعني.